بعد ما تجربي هذه الطريقة مستحيل يزيد يخرج لك الكروكون تاعك مطين ومعجن، يعني راح يخرج لك ديما مبسس وحمر وكما يبغي الخاطر. تبعي معايا هذه الوصفة، ما تنسيش لايك واشتراك. ولا عندي هنايا 6 بيضات نقسموهم صفار وبياض. بالنسبة للبيض تاعنا نحطو فيه قرصة ملح ونطلعوه بلا ما نضيفوا اي شيء اخر، ومن بعد نجيبوا كاس سكر نقسموه نصفين. النصف الاول نخلطوه مع البياض والنصف الثاني نخليوه بنخلطوه مع الصفار. نطلعوا لاميرينغ تاعنا حتى نحصلوا على هذا القوام، ونزيدوا له 3 ملاعق تاع لافاني تعطيك هذيك التحميره وتعطيك الذوق. فوالا نجيبوا الصفار تاعنا ونحطوا له السكر، نصف كاس السكر اللي مازال، ونخلطوه حتى نتحصلوا على هذا القوام. بعدها نحكموا خليط الصفار ونخلطوه مع لاميرينغ، ونزيدوا نجيبوا 3 كؤوس من الزيت. نعم 3 كؤوس، نفرغوهم تدريجيا حتى يكملوا، ما نحطوهمش ضربه واحده باش ما يهبطوناش لاميرينغ تاعنا. واخيرا وليس اخرا نجيبوا الخماره تاعنا ونحطوا الفرينه. بالنسبه للفرينه الخماره حطيت 2 لي باكي ما يقارب 4 ملاعق صغار، والفرينه على حسب حجم البيض نتاعك وعلى حسب حجم الكاس تاعي. هنايا خرجوا لي 12 حربوش، شكلهم بهذه الطريقه. تحبي ديري الحربوش كبير معليش، دونك هذه تو ديبون الفور تاعك والبلاطو تاعك. نجيبوا بيضه نحطوا عليها شويه نسكافيه وندهنوا بها هذيك الحربوش تاعنا. تقدري ديري قهوه سائله عادي، تقدري ديري مام صفار وحده، حطوا شويه جاجلان عليهم. تقدري ديري مام سكر بني او سكر عادي، يعني حسب الموجود. نزينوهم بهذه الطريقه، اللي تحب ديرها ما تحبش ما ديرهاش عادي. فوالا ندخلوهم للفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجه. فوالا بعد ما طلعونا في الفرن نجبدوهم ونخلوهم يبردوا قباله. بعد نقطعوهم ونعاودوا نحطوهم في البلاطو بهذا الشكل، ونعاودوا ندخلوهم من تحت ونشعلوا عليهم من فوق ثاني، واللي يشعل الفور تاعها من فوق ومن تحت خير منهم كامل. فوالا الفاينل ريزلت. يعني هذه الوصفة راح تعتمديها ومش راح تزيد تعتمدي وصفة أخرى.